دكاتره ما بيقولوش بصراحه، يعني مش ما بيقولش عشان مش عارف طبعا، بس بيبقى عارف، ما اعرفش بقى نوع من انواع النسيان مثلا، او هو فالعيان يقول له دكتور انت ما قلتليش ان انا هحس بكذا. أيوة. وللاسف فعلا دي النقطه دي مهمه. عشان كده الكوميونيكيشن بين الدكتور والمريض دي عليها درجه على فكره في والله والله ما اصل الكوميونيكيشن ده مهم. ده مهم. انت وصلت المعلومه للمريض ولا في عيانين كتير يقول لي يعني بجد اقول له مثلا روح لدكتور فلاني، فيروح هناك يشتكي لي حاجه تانية خالص، يقول لي ما بيسمعنيش. بالظبط. مع ان انا عارف الدكتور ده شاطر جدا ماشي جدا، بس أيوة. يقول لي ما بيسمعنيش. ان عيان عايز حد يسمعه، ده عيب خطير على فكره، اللي هو اللوس اوف كوميونيكيشن ده، ان هو ما عرفش يوصل له المعلومه. وبتبقى محبطه جدا بعد العمليه، لان هو لو قالها له قبل العمليه ما هو خلاص يبقى احنا اتفقنا عليها. بالظبط. يعني احنا اتفقنا ان في كذا في كذا وكذا، وده هيروح ده مش هيروح، هنمشي بعد. يعني في عيان، وفي عيان بيسالك مباشره يعني انا هنزل من على السرير امتى، بعد العمليه هقعد قد ايه على السرير. ما انت لازم تقول له، لازم بالظبط. يعني في عمليات العيان اول ما هيفوق، بعد ما يفوق بالليل خالص انا هعدي عليه اقول له انزل امشي. في عيان مش هيمشي يوميا، هيمشي تاني يوم. في عيان احنا هنرقد 3 ايام بالظبط، نقعد في السرير كذا. لازم المريض يبقى عارف قبل العمليه، لان هو توقعه ان هو عرض نفسه للخطر ودخل وعمل وبتاع، يبقى انا هخرج من العمليه انزل الملعب.